ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد ان شاء الله. لو اول مره تشوف القناه، انا اسمي سوسنة، لايك وشير وسبسكرايب. النهارده هنعمل اكله سوريه اسمها بيقولوا لها الشاكريه. ده لو نطقتها صح، يعني اخواتنا يقولوا لنا سوريين او اللبنانيين على طريقه ام سامر. بصراحه انا عجبتني شديد، طعمها رهيب. انا بصراحه ما بحبش الزبادي، بس لو مشيتوا بالخطوات دي هتطلع معاكم احلى شاكريه. فبدل ما اقعد واحكي لكم عليها، يلا نخش في الفيديو ونشوف ايه المكونات بتاعتها. هي دايما بتاكل جنبها رز. انا ما عنديش كان شعريه فعملتها بلسان العصفور، ممكن تعمل الرز ساكت. فادي كده، تعالوا ندخل نبدا الفيديو واتمنى ان هو يعجبكم. ادي معاي كده يا ستي الكل ميه غليتها، هصب الجداد فيها. ودي وراك اغلبيتها، بس ده دبوس واحد. هخلي الطفاره بتاعت الجداد تطلع، وبعد كده هجيب البهارات بتاعتنا اللي هنعملها. شوفي عايزين كده يا ستي الكل: فلفل صحيح، قرنفل، حبهان او هيل، ودي بهارات حلوة، ورق لوري، وقرفة، ولومي لو تحبي، ودي البصلاية. ده ايه اللي هحطه على الفراخ، وطبعا الملح. ادي كده يا ستي الكل. بعد ما شلت الريمة كلها، احط البصلة، احط المطيبات بتاعتنا، واحط البهارات اللي انتي بتحبيها. يعني هنحط الملح ونخليه لغاية لما الفراخ بتاعنا يستوي على الاخر. الملح حسب كل واحد. وادي كده يا ستي الكل معايا. جبت بولة، هنزل زبادي. انا مش هعمل كتير، هي دي كيلو، بس يعني انتوا على حسب الاشخاص اللي عندكم في البيت. انا نزلتها نصها كده، تمام. دي ملعقة ونص من النشا. هنزل ملح، وبرضو عشان هحط من المرقة بتاعت الفراخ، فخلي بالك يعني ممكن ندوق ونحط لو احتاج. وهحط شوية مية، ما كتير. هجيب مضرب واضرب، زود مية. هنا هزود بيضة كاملة، شوية مية. هجيب حلة اللي هستعملها، احطها على النار واصفي الزبادي بتاعنا في الحلة على طول، وهنحطه على البوتاجاز لما يغلي شوية. نشوف هنعمل ايه. حطيتها كده على النار، عايزينها تغلي، تمام. هي خفيفة، تقيلة قصدي. حطلها شوية مية. المهم نقعد نقلب فيها لغاية لما تغلي معانا كويس. هزود شوية مية لغاية لما الزبادي يغلي معانا. ده الجداد. لو كبيرة القطعة يعني اقسميها على نصين. دي انا طلعت بس عظمة من كله ما عدا دي. ودي فخادي بتاعت الفراخ. لو انت عم سلقتيها بالجلد، طلع الجلد وطلع العظم والحاجات الزيادة، وطبعا نطلع كل البهارات بتاعتنا. ادي كده سخنت معانا. نزيد الشوربة شوية بس مش كتير. بعد ما غلت معانا كده يا ست الكل، هننزل الجداد وهنخليها على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة. نغطيها مدة 15 دقيقة. وادي كده يا ست الكل الشاكرية بتاعتنا خلصت. عندي صنوبر حمصته، ندلعها شوية. ممكن تحطي اي مكسرات انت تحبيها، وهي الطريقة الاصلية بتهيالي بيحطوا لها صنوبر يعني. وعملت جنبها رز كده، فلفل. دي ما عنديش شعرية. لو عندك شعرية حمصي شعرية واعملي، انا ما عنديش شعرية. المهم تعال كده ندوق مع بعض. انا بصراحة اول مرة يعني اعمل الشاكرية، واول مرة هدوقها معاكم. عمري في حياتي مش دايقاها، فهندوق مع بعض ونشوف. بجد تسلم السوريين اللي بيعملوها، بصراحة حلوة شديد. يعني انا مش متوقعاها اني هتطلع بالطريقة دي. لا بس تسلم يدينكم يا شعب يا سوري، وبتهيالي برضو اللبنانيين، مش عارفة يعني. المهم أكلة كده بصراحة حلوة، لازم تجربيها. لو عمرك ما جربتيش الشاكرية السورية أو اللبنانية، جربيها، حلوة شديد. دي كانت وصفتنا بتاعت النهاردة. أتمنى إن انت تجربي الوصفة وتكون الطريقة يعني استفدت بيها بأي حاجة الطريقة. ولغاية لما نلتقي فيديو جديد إن شاء الله.